بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ نهاركم سعيد زي الورد وزي الفل وزي الياسمين كمان. النهاردة هنعمل لكم حاجة جديدة وحلوة جدا للفطار وللعشاء وللسحور كمان. حاجة كده لازم تكون موجودة عندنا في البيت باستمرار، مش مكلفة ومش متعبة كمان، بس الموضوع احنا بنصعبه على نفسنا. هنعملها بطريقة سهلة وجميلة وهتعجبك جدا. هنعمل القرص الطرية، شايفين شكلها جميل ازاي؟ وهنحشيها عجوة وهنعمل منها سادة كمان. تنفع كمان للفطار للسحور مع كوباية شاي بلبن او كوباية لبن بس، وبالهنا والشفا. هنعمل منها كذا شكل ونشكلها مع بعض ونشوف الشكل اللي انت بتحبيه اعمليه. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في وصفتنا. عايزاك تجربيها، حلوة وجميلة وهتنفعك، وكمان مفيدة كمان لأولادك، وهتنفع كمان للسحور وللفطار وللعشاء. يلا يا قمر اعملي لي لايك وشير واعملي لي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد، اشعار بكل فيديو جديد بنزله. نقول بسم الله وندخل على المقادير على طول. انا هقول لكم كيلو الدقيق، مقادير كيلو الدقيق. اولا ده عندي كيلو دقيق اللي هي 6 كوبايات دقيق، يعني الكيلو بيعمل 6 كوبايات على طول. معانا كمان هنا كوبايتين لبن رايب، لو انت عايزاها ناشفة ممكن تضيفي لبن حليب. معانا كمان كوباية ونص زبدة مسيحينها. معانا معلقة سكر، معانا معلقة كبيرة خميرة، معانا معلقتين لبن بودر وده اختياري. معانا كمان معلقة بيكنج باودر، ومعانا ذرة ملح، نص معلقة صغيرة ملح. معانا معلقتين سمسم، ومعانا ربع كوباية مية دافية. نقوله تاني، كيلو دقيق او 6 كوبايات دقيق، معانا كوبايتين لبن رايب، كوباية ونص زبدة مسيحينها، معانا معلقة سكر، معانا معلقة خميرة، معلقتين لبن بودر، نص معلقة بيكنج باودر، ذرة ملح، ربع كوباية مية دافية، وطبعا معلقتين سمسم. اول حاجة كده عشان نشوف الخميرة بتاعتنا شغالة ولا لا، هنجيب ربع كوباية المية الدافية ونضيف عليها معلقة السكر ونضيف عليها الخميرة ونقلبها كويس كده لحد ما تدوب ونركنها على جنب عشان تشتغل. على ما تشتغل هنجيب المكونات الجافة بتاعتنا ونضيفهم على الدقيق، اللي هي السمسم والبيكنج باودر واللبن البودر وذرة الملح والمعلقة نص معلقة البيكنج باودر. وكمان نجيب السمنة ونحطها على الدقيق بعدها، ونفضل نبس فيها كده او نخلطها كده كويس لحد ما كل السمنة تتغلغل جوه الدقيق. ممكن بدل ما تضيفي سمنة كوباية ونص زبدة بلدي، ممكن تضيفي كوباية سمنة ونص كوباية زيت على حسب رغبتك زي ما تحبي. بعدين نضيف الخميرة بعد ما اشتغلت كده، اتأكدنا ان هي شغالة، ضفناها على العجين. وبعدين نضيف بقى اللبن الرايب واحدة واحدة، شوية بشوية، ما نضيفوش مرة واحدة عشان العجينة بتاعتنا ما تطرش معانا. ونفضل نعجن فيها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الدقيق نخلينه كويس قبل ما نستعمله. ممكن كمان اللبن الرايب ده هيخليها طرية وحلو، لكن لو انت عايزاها ناشفة شوية ممكن تضيفي بدل اللبن رايب لبن حليب، مفيش اي مشكلة. هنفضل نعجن فيها كده لحد ما نلاقي العجينة يعني ولا ناشفة ولا طرية. نعجن فيها كويس كده 10 دقايق عشان العجينة تبقى طرية معانا وناعمة وجميلة. ايوه زي ما انتوا شايفين. طبعا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، ممكن تدخلوا عليه وتشوفوه.
طبعا نفضل نعجن فيها كده لحد ما العجينة تتلم معانا. شفتوا اتلمت وبقت جميلة اهي، بقت ناعمة وحلوة. هنسيبها بقى تخمر، مش تخمر مش مدة كبيرة، هنسيبها بس ترتاح 10 دقايق بس. وبعدها هنشكلها كور صغيرة على قد التقطيع اللي انت هتستعمليه او الشكل اللي انت هتعمليه. كده غطيناها بستريتش وباقي شوية، يعني بصي استعملنا 1.5 كوباية لبن. هنسيبها كده ترتاح 10 دقايق على ما نعمل العجوة. جبنا معلقة سمنة كده زبدة وحطيناها على البوتاجاز وحطينا فوقها العجوة، وهنحاول نفكك العجوة كده وندمجها مع السمنة. نقلبها كويس زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص بقت قوامها مناسب وبقت طرية وحلو. خلاص كده هنبدأ بقى بعد ما خلصنا نكور العجوة كور صغيرة كده نجهزها عشان العجين على قد الحشوة بتاعتنا اللي هنستعملها فيها. بنجيب كده يعني زيت عشان نعرف نلف العجوة كويس عشان ما تلزقش في ايدينا، وهي سخنة كده نكورها عشان لو بردت هتجمد مننا تاني، هتشد تاني وهتجمد ومش هتعرفي تشكليها. طبعا العجينة بتاعتنا بترتاح لمدة 10 دقايق بس. وبعدين هنقطعها كور صغيرة على قد مقاس القرصة اللي انت عايزة تعمليها. ايوه كده قطعنا العجوة. هنروح بقى للعجين. سيبناها شوية، انا كنت حاطة فيها خميرة وبيكنج باودر ما شاء الله خلاها نفشت بسرعة. دلوقتي لمناها كده وبنقطع فيها كده، نقطع فيها كلها لحد ما الكمية كلها تخلص. ايوه كده خلصنا. انا عاملة كبير وصغير على قد التشكيلة اللي انا هعملها. دلوقتي هنبدأ نفردها. بصي هنعمل كذا تشكيلة مع بعض وهوريكي انت التشكيلة اللي تعجبك انت استعمليها. بصي هنفرد العجينة كده وبعدين نجيب العجوة تفرد عادي كده. يعني لما سيبناها شوية هي جمدت شوية، فانا بدأت اعملها بالفراد او بالنشاب. بعدين نفرد العجينة وبعدين نحطها فيها ونتنها على بعض ونشيل الزوايد كده. بعدين نبدأ نقطعها بالشكل ده يعتبر شكل من الاشكال اللي انا هعملها النهاردة. شفتوا شكلها جميل ازاي؟ وطبعا الصينية جنبي مدهونة سمنة او زيت بسيط كده، طبقة خفيفة برصها على طول. هنفرد قطعة تانية اهي وحطينا فيها العجوة من جوه بالطول، وهنقطعها برضو بنفس الشكل ده، اي شكل انت حباه. ده شكل كمان اهو. هنجيب العجوة ونعملها صابع طويل كده زي ما انتوا شايفين كده، بعدين نحطها جوه العجينة ونلفها. هنعملها دايرة. نجيب المقص يكون مقص نضيف طبعا ومغسول للاكل ونقطعها كده زي ما انتوا شفتوا. دي حاجة شكل تاني اهو. نجيب البتاع هنجيبها كده ونعملها دايرة، نحط جواها العجوة ونقطعها، نفتح فيها فتحات فوق بالمقص كده يبقى شكلها جميل. وطبعا نحطها في الصينية. هنشكل واحدة كمان اهو ونفرد في جواها العجوة، وطبعا هنتنيها نلفها دايرة كده ونضغط عليها تاني نفردها وبعدين نقطعها بالقطاع. بصي الاشكال اللي انت حباها اعمليها. بنفرد العجوة كده بالنشابة عشان هي لما بردت جمدت، ونقطع بالشكل ده. عايزاكي تجربيها وتقولي لي رأيك. لو اول مرة تعمليها جربي في كيلو بس او في نص كيلو، ما تجربيش في كمية كبيرة. جربي في كيلو بس او في نص كيلو في كمية صغيرة بس. ان شاء الله لو مشيتي على كل حاجة بقولها كل حاجة هتطلع معاكي مظبوطة وتمام. جربي في كمية حتى لو نص كيلو وجربي وشوفيها وما تخافيش، ان شاء الله هتطلع كويسة معاكي
وهتبقى مظبوطة وبالهنا والشفا. ويها وقولي لي عملت ايه في الكومنتات. شايفين بنقطع كل الكمية كده زي ما انتوا شايفين ونرصها في الصينية، وهنسيبها طبعا ترتاح، مش هندخلها الفرن على طول. شايفين شكلها جميل ازاي؟ هنسيبها ترتاح يعني حوالي نص ساعة ربع ساعة، هتبص تلاقيها نفخت معاكي كده، يبقى كده خلاص. شايفين الاشكال دي شكلها تحفة، شكلها زي ما تحبي، كذا شكل انت تختاري منه اللي انت عايزاه لحد ما تخلصي كده الكمية كلها. تفتحها من فوق كده عشان يبقى شكلها حلو وجميل. وتعملي ممكن تعمليها سادة، مش لازم تحشيها خالص، ممكن تعمليها سادة وهتبقى جميل. شايفين جايبة غطا الازازة كده، بنعمل دايرة في النص. ايوه شفتي بقى جميل، شفتي اشكال جميلة ازاي ما شاء الله. دلوقتي بقى بعد ما خم رفعت هندخلها الفرن، فرن متوسط الحرارة. لو انت عندك فرن البوتاجاز على حرارة 190، وتخليها بقى يعني من فوق واطية لحد ما تستوي معاكي كده وتبقى شكلها جميل. شايفين شكلها جميل ازاي؟ تحفة. شايفين صفرة، وده الكاميرا كمان اصلا ظلمة الشكل. عايزة اقول لكم ريحتها جميلة، ريحة السمنة البلدي كده طالعة وهي بتستوي قلب الدنيا. شايفين العجوة فيها جميلة ازاي ما شاء الله، اللهم بارك. انا عايزاك تجربي الوصفة دي جميلة، هتنفعك. يعني بصي تنفعك في كل وقت، صيف شتاء، فطار سحور عشاء، اي وقت هتكون موجودة معاكي وهتعجبك وهتعجب اولادك، ومفيدة جدا لاولادك وطرية وجميلة. هقولك بقى على طريقة تخزينها. ممكن تسيبي منها الأكلة اليوم كده برا التلاجة، والباقي تخزنيه في الفريزر في اكياس، اللي هي الاكياس بتاع اللبن دي، تخزنها على قد الأكلة اللي انت هتاكليها انت واولادك. تخزنيها لما تحبي تخرجيها قبلها بشوية. ممكن تحطها في صينية كده وتسخنيها في صينية في الفرن، تحطها دقيقتين في الفرن كده، تولعي عليها الفرن هادي لمدة دقيقتين، وهتطلع معاكي زي ما تكون لسه مخبوزة، وهتبقى تمام وبالهنا والشفا. احسن افضل لما تشتري الحاجة دي جاهزة من بره من الفرن، دي حاجة عاملاها بنفسك بايدك بسمنة بلدي، وطبعا نضيفة ومضمون. شجعوني بقى باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.